عندك فراخ او اوراق وعايزه تعمليها بتتبيله سهله وبسيطه وتعملي وجبه متكامله في دقايق، جربوا الفراخ او الاوراق بالتتبيله دي وبالطريقه دي هتعجبكم جدا. بس لو اول مره تشوفوني انا انغام طلعت، ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجه معايا اوراق انا غسلاها كويس جدا بخل وملح وليمون ومصفياها كويس جدا. وطبعا ممكن تستخدمي فراخ عاديه، ممكن تستخدمي اوراق بس زي ما انت عايزه. في الكبه بقى هضيف بصلايه متوسطه، طبعا على حسب انتي عامله فرخه او اتنين زي ما انت عايزه، المقدار ده لقيمه فرخه. ضفت عليهم طماطمايه برضو متوسطه وعلبه زبادي صغيره او معلقه او معلقتين كبار من الزبادي، عليهم عصير ليمونه ومعلقتين كبار من الخل. وهضيف بقى البهارات بتاعتي، وطبعا البهارات دي تقدري تغيري فيها او تستغني عن اي حاجه مش موجوده فيها. معلقه صغيره من السبع بهارات وهوريها لكم دلوقتي، معلقه صغيره من البابريكا والملح والفلفل الاسود والكمون، وكمان نص معلقه صغيره من بودره الزعفران او الكركم لو متاح، وجوز الطيب لو متاح. هضيف البهارات دي، ولو زي ما قلت لكم لو انت حابه تغيري في البهارات بتاعتك مفيش مشكله. هضفت بقى بشرت هنا رشه كده من جوز الطيب بتدي نكهه حلوه قوي، لكن تقدر تستغني عنها. ممكن بقى تضيفي دبس رمان، صويا صوص، باربيكيو، اي صوصات انت عايزاها. مش ما عندك ده كله تقدر تستغني عن ده كله وتستكفي باللي انا قلته. انا ضفت كمان معلقه صغيره من دبس الرمان ومعلقه من معجون الصلصه برضو لو متاحه. هو الاساسي في التتبيله دي البصل والطماطم والزبادي وشويه البهارات وخل والليمون. اي اضافات تانية ممكن تضيفي ورق لورا، اي صوصات زي ما قلت لكم، اي منكهات تانية براحتك. بعد كده ضربتهم في الكبه كويس جدا، وهبدا احطهم على الاوراق او احطهم على الفراخ. ممكن تعملي فرخه كامله وبرده تتبلها بنفس التتبيله وتعمليها برده تدخلها الشوايه. التتبيله دي تنفع للشوي على الفحم، للشويه في الفرن، لجميع المشاوي، يعني مش لازم في الفرن دي بس، يعني احنا بنستخدمها كمان في الشوي كمان بتبقى حلوه جدا جدا، سواء على الشوايه الكهربائيه او الشوايه بتاعه الفحم. بعد كده ما سبتها في التتبيله كده هسيبها ساعتين على الاقل، او ممكن تعملها من بالليل. وهنا حضرت شويه خضار مشكل كده، طبعا ده اختياري. حطيت انا بطاطس، حطيت فلفل الوان، بصل، ممكن تحطي اي خضار انت تحبيه، وحطيت جزر كمان. حابه تضيفي انت اي حاجه تانية ضيفي. بعد ما التتبيله او الفراخ قعدت في التتبيله ساعتين او من بالليل، ضفتها في صينيه كده، وهضيف عليها جنبها الخضار وشويه من التتبيله اللي هتتبقى هضيفها برضو على الخضار عشان يبقى بنفس الطعم. زي ما قلت حابه تزودي اي خضار تاني براحتك، او لو عايزه تستكفي بالفراخ المتبله خلاص. ويفضل طبعا ان انت تحطي ورق زبده، انا لقيت الورق الزبده خلصان عندي فانا استخدمت الورق الفويل على طول. يفضل ان انت تحطي ورق زبده بعدين ورق الفويل. بعد كده شغلت الفرن من تحت وهبدا احط الفراخ، ومش هضيف اي نقطه ميه، هي هتستوي منها فيها كده. بعد ما استوت خلاص، شايفين الريحه عامله ازاي، والميه اللي نزلت او السقسقه اللي نزلت منها ديت هبدا ادهن بيها الفراخ عشان ادخلها الفرن تاني تاخد بس لون. هي كده مستويه، وكمان الخضار واخد من التتبيله ديت. مش قادره اقول لكم الريحه كانت عامله ازاي، الريحه جميله جدا. هدخلها بقى الفرن من فوق علشان تاخد اللون الجميل ده. اخدت لون جميل، الفراخ مستويه جدا، هوريها لكم دلوقتي دايبه ازاي. كمان الخضار اللي فيها اخد من نكهه او من التتبيله بتاعه الفراخ، مديها طعم حلو جدا. الخضار يعني مش مهري، مستوي على البخار زي ما بيقولوا كده، بدون بقى دهون، بدون ميه، بدون سلق، يعني وجبه صحيه ودي سهله وبسيطه مش هتاخد منك دقايق. انا بس بوريكم الخضار ان هو مش مهري، وبالرغم ان هو محطوط مع الفراخ وان الخضار بيستوي قبل الفراخ، لا هو واخد السوى الكامل. شايفين اللون بتاع الفراخ، والفراخ مستويه دايبه ازاي، بجد تحفه هتعجبكم جدا. والتتبيله تقدري ان انت تتحكمي فيها تخليها ناعمه او خشنه شويه على حسب هتستخدميها على في الشوي في الفرن، او شوي على الشوايه الكهربائيه، او شوي على الفحم. حلوة جدا وسهلة وبسيطة جدا. قدمتها بقى مع رز ابيض، او ممكن مكرونة زي ما اولادك بيحبوا، مع الخضار السوتيه الجميل اللي هو بطعم التتبيلة بتاعت الفراخ. جربوها هتعجبكم جدا، واتمنى ما تكونش طولت عليكم الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.